هاشتاج سيب الراجل في حاله. تحت الجملة دي هنبدأ نقول امتى تتكلمي معاه، مع حبيبك أو جوزك أو اللي انت مرتبطة بيه أو أيا يكن، وتضمني إن هو منصت ليكي ومنتبه. رقم واحد، ما تجيش في وقت هو بيعمل حاجة أو بيتكلم في الموبايل أو منتبه لحاجة تانية وتتكلمي معاه. تأكدي تماما إن هو هيكون مش سامعك، وساعتها هيحصل بقى سوء التفاهم إن أنا بقول وأنت ما بتسمعنيش أو أنت ما نفذتش اللي أنا عايزاه وهكذا. استنى لما يخلص الحاجة وابدأي اتكلمي معاه واسأليه قبلها ممكن نتكلم، عندك وقت فاضي؟ ده هيخليه يحس بأهمية الكلام اللي هتقوليه والمسؤولية تجاهه، وهيبدأ يتوجه لك بانتباه كامل في عقله. افهمي حتة كويسة قوي، عقل الراجل علميا بيشتغل بالتتابع، بمعنى ان هو ما بيعرفش يركز على اكتر من ميشن في نفس الوقت. ده عكس الستات. الست مالتي تاسكر، يعني بتقدر تعمل كل حاجه وتتكلم في التليفون وبتعمل حاجه في المطبخ وبتعمل حاجه في الشغل. الرجاله مش كده، الرجاله لازم يخلص ميشن عشان يبدا يخش في اللي بعدها. فوجهي كلامك دايما ليه، يعني خليه بسيط قدر المستطاع، خلي كلامك واضح. بمعنى ان دلوقتي هنتكلم معاه في موضوع، خلي كلامك على طول رايح للفكره اللي انت عايزه تقوليها وتوصليها، وبعد كده فكره ورا الثانيه او موضوع ورا الثاني وهكذا. لان الراجل انت بتتكلمي معاه كتير هو بيبقى كل اللي في دماغه دلوقتي سؤال: انت عايزه ايه؟ خدي بالك من دي كويس قوي. اللقطه الثانيه، الراجل مش زي الست. لازم نفهم الفرق بين كل واحد فيهم بيفكر ازاي عشان اقدر اوصل له بشكل اسرع. رقم واحد، الرجاله عندها قدره اقل من الستات ان هي تعبر عن نفسها او تتكلم عن خبراتها او تتكلم عن مشاعرها يعني بشكل دقيق. هو بيتكلموا مع نفسهم اكتر بكتير بس مش بيعبروا عن ده زي الستات. الستات بتبقى عندها القدره ان هي تجمع هي عايزه تقول ايه ويعني في الجول. فناخد بالنا من الحته دي، خلي كلامك معاه دايما في صميم الفكره. بمعنى ان انا دلوقتي عايز اقول له موضوع او عايز احكي له حاجه، ما اقعدش اشرح بقى يعني من سنتين ثلاثه حصل واحد اتنين ثلاثه اربعه، بيهنج معاك في النص مش هيجمع. قولي على طول الفكره في الصميم، وبعد كده الفكره اللي بعدها والفكره اللي بعدها وهكذا. فما تجيش تكلميه وهو بيعمل حاجه، وهو بيتكلم في الموبايل، وهو بيشتغل، وهو بيلعب جيم حتى مع اصحابه، بيتفرج على ماتش. دي اكتر حاجه ممكن تعمل مشاكل من اي اتنين، ان انت تيجي مثلا تكلميه في حاجه مهمه بالنسبه لك وهو قاعد بيتفرج على الماتش. تاكدي ان هو مش سامعك، تاكدي ان هو مش منتبه ليكي تماما. استني لما الماتش يخلص او يخلص اللي في ايديه واساليه ممكن نتكلم. ده عشان يحسسه باهميه اللي انت هتقوليه والحوار، فساعتها يبقى منتبه ليكي بشكل كامل. امتى بقى تكلميه وهو في ايديه حاجه؟ لما تكوني عايزاه يعمل لك حاجه انت عارفه ان هو ممكن ما يوافقش عليها، فهو عشان يريح دماغه هيقول لك حاضر، وهو مثلا ماسك الموبايل او بيشتغل او بتاع، ان هو اصلا مش منتبه لك. وساعتها بقولي له انت قلت لي دي تركايه يعني للستات عشان يعرفوا يتعاملوا ازاي مع الرجاله ان يستغلوها لصالحهم. نقطه مهمه برضه دي بتعمل مشاكل كتير بين الرجاله والستات. الراجل مخلوق بصري والست مخلوق سمعي. بمعنى مثلا انتوا قاعدين بتتغدوا في مطعم او في مناسبه او دخلت ست حلو، فالراجل بسرعه على طول قام عامل سكان. ساعتها تتخلق مشكله كبيره وانت مركز معايا ولا معاها وانت بتباص او. لا، هو مش كده. هو الراجل ده السيستم بتاعه، هو لازم يعني هو مخلوق بصري، لازم ياخد بصه الاول. ده بيعملها بشكل غريزي. فيعني ما تديهاش ثقه اكبر من حجمها. ليه الرجاله بقى؟ خد بالك، الست مخلوق سمعي، تتاثر اكتر باللي بتسمعه. عشان كده دايما هم بيحتاجوا يسمعوا من وقت للتاني ان انت بتحبهم، ان انت مقدر وجودهم في حياتك، ان انت ممتن ليهم. تلاقي الراجل بيقول انا بعمل كل اللي في ايديا عشانها، بس هي برضه مش مقدره. ما هو انت ممكن تكون ما بتقولهاش، هم بيحتاجوا يسمعوا دوت. دي بقى لغات الحب. لازم تفهم الاول لغه الحب اللي الشخص اللي قدامك بيحب يستقبل الحب بيها. فالستات دايما بيحبوا يسمعوا مكانتهم وتقديرهم، وان انت ممتن لوجودهم في حياتك، وده هيأثر عليك مشاكل كتير قوي. وحته كمان مهمه للراجل، لما بيحصل مشكله بين الراجل وبين الست، وتلاقي الست زنقه الراجل في كورنر وهاتك يا بتوصهم له زي ما قال الكتاب زي ما بيقول، فهو ما بيبقاش عارف يرد ازاي ولا يقول ايه. هم عندهم القدره اكبر مننا بكتير ان هم يجمعوا عايزين يقولوا ايه ويستحضروا مشاعرهم، والقدره في التعبير عن المشاعر. والرجاله اقل في اللقطه دي بكتير. فالحل ايه للراجل؟ خليها تشوفك وانت بتسمع باهتمام، ما تجريلش، ما تحاولش ان انت توقفها في الكلام. اسمعها، سيبها تحرر مشاعرها، سيبها تطلع اللي جواها.
وخليها تحس ان انت منتبه ليها ومقدر انفعالها ومقدر مشاعرها. ما تعرضش حلول. بكل بساطه انت لو مجرد سماعك ليها باهتمام، ده ممكن يبقى 90% تقريبا من حل المشكله. انك تقول لها انا مقدر انت حاسه بايه بكل بساطه. ما تنسوش تتابعونا على مؤسسه كوسيرا بي على كل بلاتفورم عشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، ونوصل لاحسن شكل صحي من العلاقات سواء العاطفيه او الاجتماعيه بشكل عام. شكرا لكم.